الوقت كدوز وما درتي والو في حياتك، وكتشوف بزاف ديال الناس حققوا احلامهم وانت غير كتفرج فيهم عايشين الحياه. في نظرك شنو هو السبب اللي خلاك ما درتي والو في حياتك؟ ما حققتي احلامك، ما حققتي السعاده اللي كتمناها في هذه المرحله اللي انت فيها في حياتك. نسى عليها كاع دوك الاعذار اللي كيطيحوا لك في الدماغ في الجنب. المشكل اللي خلاك ما درتي والو هو سبب واحد، نقصك الانضباط الذاتي. بكل بساطه ما كديرش داكشي اللي خصك دير. الا فكرتي غير مره واحده مع راسك غادي تعرف شنو المطلوب منك. باش تكون ناجح في جميع المجالات في حياتك ما خصكش شي سير ولا شي حاجه، كلشي كيعرف شنو خصو يدير باش يحقق النجاح اللي بغا، ولكن شكون فينا اللي كيطبق داكشي اللي خصو يطبق؟ كنا كنعرف واش من ماكله اللي ما خصناش ناكلوها باش نحافظوا على صحتنا، ولكن قليل اللي كيطبق هذا الشيء. كلشي عارف كيفاش يجيب نقطه مزيانه في الدراسه، ولكن قليل اللي كيديرها. باختصار، واخا تكون عارف كيفاش تنجح في اي حاجه ويكون عندك علم العالم، ما كيسوى والو الا ما عندكش الانضباط الذاتي. تكون قادر دير داكشي اللي باغي دير في الوقت اللي خصك ديرو، سواء عندك الرغبه ديرو ولا ما عندكش الرغبه. هذه هي اهم مهاره فوق كاع المهارات اللي خاصك تطبق في جميع المجالات. الانضباط الذاتي هو الوحيد اللي غيخليك تحقق اهداف ديالك باستمرار في الحياه. نعطيك مثال على الانضباط الذاتي باش تفهموا مزيان. كتقرر مع راسك ومتحمس انك غادي تبدا تفيق كل صباح وتجري مع 6 وتبدا اول تحدي ديالك. كتعمر الساعه ديالك على 5:45 باش تفيق. هنا غتسمع النفس ديالك كتقول لك بقى ناعس، ما عندك ما دير بالرياضه، البرد كاين على برا، بقى تحت المنطقه احسن لك. كتسمع الشيطان اللي في الداخل ديالك، العدو القديم ديال نفسك. هنا غتبقى تفكر، كتبقى تقول مع راسك يلا 45 هادي باقي الحال، نزيد غير شويه حتى 6 ونفيق. ولا تسمع نفسك كيقول لك ما نعستيش بكري اليوم، خليها حتى الغدا ونبدا. كتولي داخل في حوار الداخلي ديال عقلك، كتقبل كاع الاعذار وكتخلق عذر لراسك. واش عمرك سولتي راسك شحال من مره قررتي تبدا شي حاجه وما بديتيهاش؟ وشنو السبب اللي خلاك ما بديتيهاش؟ الا ندمتي على تضييع الوقت وشحال من حاجه فاتك بسبب نبدا غدا. الحل باش تعتق راسك هو الانضباط. شنو هو الانضباط الذاتي؟ هو تكون قادر تسيطر على راسك باش دير داكشي اللي بغيتي سواء عندك الرغبه ولا لا. الانضباط الذاتي غادي يعاونك تكتسب عادات مزيانه باش تحيد العادات السيئه، وغيخليك تعيش حياه سعيده وحريه تامه، وغتولي تاخذ قرارات عقلانيه في بلاصه ما تاخذ قرارات عاطفيه. وكيفاش تطور الانضباط الذاتي ديالك؟ الانضباط الذاتي بحال شي عضله، كل ما خدمتي عليها كل ما زادت القوه ديالها. ومع ذلك ما خصكش تبدا باهداف كبيره بزاف، ابدا باهداف صغيره وبدا ترفع من المستوى ديال التحدي شويه بشويه. ومع الوقت كل ما خدمتي عليه اكثر كتولي طورتي قوه الانضباط الذاتي. باش تزيد تطور من الانضباط الذاتي طبق معايا هاد الطرق. اولا، حبس الاعذار. ساهل باش تخلق عذر لراسك باش ما ديرش داكشي اللي بغيتي. ملي كتلاقى راسك كتخلق اعذار باش ما ديرش الرياضه ولا دير مراجعه للدروس ديالك ولا تجمع حوايجك اللي في بيت نعاسك، ملي تحس براسك كتعطي اعذار لراسك نوض دير داكشي اللي ناوي ديرو وما تسلمش الاعذار. ثانيا، قاد الوضعيه ديالك. الا باغي تركز على الخدمه اللي باغي ديرها طفي تليفونك وبعدو عليك وبعد عليك اي حاجه غتلاهيك. جمع المكتب ديالك اللي غتخدم فيه، حيد اي حاجه كتضيع لك وقتك، خلي المكتب ديالك نقي. نقص من صحابك اللي كيضيعوا لك وقتك بلا فايده. دير مخطط لداكشي اللي باغي دير على شي دفتر ولا على تليفونك. ثالثا، خضع عقلك. عوض ما تقول بغيت نتريني اليوم، قول خاصني نتريني اليوم باش تحافظ على صحتك. ملي كتقول بغيت عقلك كيعجز وما كتبغي دير والو. شحال من مره قلتي بغيت ندير شي حاجه وما درتي والو؟ اما ملي كتقول خاصني ندير، هنا كتخدع عقلك وكيصحاب ليه درتي داكشي اللي باغي دير. رابعا، اعطي لراسك الراحه. ملي كتكون خدام على شي حاجه بحال ملي كتحفظ مثلا، كل شويه اعطي لراسك الراحه، حيت الا ما عطيتيش لراسك الراحه غادي تستسلم وما غاديش تكمل الحفاظه ديالك. خامسا، راقب العادات ديالك. كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم عارفين كيفاش يقادوا العادات ديالهم. خاصك تعرف فين كدوز وقتك ومع من كدوز وقتك وفاش ضيعتي وقتك. راقب العاده ديالك لمده 4 ايام ولا 5 ايام، من بعد شوف العادات اللي منعتك من داكشي اللي باغي دير، وسول راسك هاد الاسئله هادي وغادي تعرف فين كتضيع وقتك وطاقتك وتركيزك. وشوف شنو هما عكس العادات
اللي كتعاونك توصل لداكشي اللي بغيتي. سادسا اكتسب عادة. باش تدرب عقلك باش تكتسب عادة جديدة خاصك بزاف ديال الوقت. داكشي علاش ما خصكش توقع التغيير ما بين ليلة ونهار. ما غاديش تحول دغيا من النهار الاول لحالة انضباط بهذه السهولة. باش تكتسب عادة جديدة خاصك على الاقل 21 يوم. وعلى حساب العلماء كيقولوا باش تكتسب عادة جديدة الدماغ ديالك كيخدم الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات. كتفضل ادمغتنا تتعامل مع هاد الانشطه بشكل عادي، وخاصك تعرف باللي غتحتاج الوقت والجهد باش تولي مرتاح مع هاد العادات الجديده وتحولها لروتين يومي. 7. مارس الرياضه. الا قدرتي تخرج من هاد الفيديو وخديتي بهاد النصيحه هادي غادي تساعدك بزاف وتطور من الانضباط الذاتي ديالك. اول حاجه اختار الرياضه اللي بغيتي تبقى تمارسها، وحس بالالم حيت الالم هو علامه على ان الضعف كيخرج من الجسم ديالك. ما غاديش تبغي تألم، ولكن غير صبر وغادي تتوالف مع الآلام. أحسن طريقة تطور بها انضباط الذاتي ديالك هو التريني بشكل مستمر. 8. ما تخافش من الفشل. ما تخليش الفشل يسيطر عليك. كنا جربنا الفشل والاستسلام، عادي، هما جزء من الحياة. اعترف أنك فشلتي، تعلم الدرس وبدأ من جديد. وفي النهاية ابدأ الخدمة من دابا. غادي تطور انضباط الذاتي ديالك الا بديتي الخدمه من دابا، ماشي غير حيت عرفتي شنو هو الانضباط الذاتي وصافي. وخاصك تعرف باللي ان كل المعرفه في العالم ما كتسوى والو الا ما عندكش الانضباط الذاتي. باش تخدم ديك المعرفه كيتعتبر الانضباط الذاتي مفتاح النجاح في الحياه، وغادي تلقى راسك على طريق النجاح. وما تنساش بان الانضباط ماشي مهم غير باش تحقق اهداف الكبيره، العكس كتحقق نمط حياة صحي ومتوازنة، وحتى السعادة والرضا على راسك.